مرحبا بكم البنات. اليوم ما شاء الله غادي نحضر معكم واحد الشهوه اللي رائعه ولذيذه. وقبل ما نبداو هاد الوصفه كنتمنى تابونوا في القناه ديالي وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس، هكذا غادي يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي. وان شاء الله هاد الطبق غادي نبداو به سلسله ديال اطباق عيد الاضحى ان شاء الله. وكنتمنى تابعوني كاملين في القناه ديالي وتنتظروا الجديد والجديد ديال الوصفات. كيف ما كيبان لكم هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. اول حاجه غادي نحتاجو من طبيعه الحال الكرعين اللي غادي يكونوا منقيين ومقرضين. انا قرضتهم عند الجزار حيت يكونوا شويه صعيبين في التقراط ومغسولين بهذه الطريقه، وخليتهم حتى تقطروا من داك الماء. ومن بعد غادي نحتاجوا الحمص اللي مفزقه ليله من قبل، هكذا غادي يجيكم سهل في الطياب. والا كنتو غادي ديروهم في العشيه غادي تفزقوه الصباح بكري. كيف ما كيبان لكم هنايا انايا درت العبار تقريبا واحد نص كيلو، نتوما غديروا على حساب عدد الافراد الاسره ديالكم. غنحتاجوا زيت الزيتون، غادي نحتاجوا الخرقوم، غادي نحتاجوا الزعفران شعره ولا ضمه البنه ديال الزعفران اللي ما كانش متوفر عندنا، وغادي نحتاجوا سكنجبير، تحميره، غادي نحتاجوا واحد شويه ديال القرفه وملحه، وغادي نحتاجوا شويه ديال البزار كمون. هنا غادي نحتاجوا الثومه والفلفله حاره على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق. هنايا غادي نحتاجوا قزبر ومعدنوس اللي غادي يكونوا مربطين، وثلاثه الحبات ديال البصل. هادو من المكونات اللي غادي نحتاجو. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي ناخدو طنجره ديال الضغط ولا غادي نحتاجو الكوكوط. غادي نديرو فيها دوك الطروفه ديال الكرعين اللي عندنا. كيف ما قلت لكم قبيله الكميه ممكن تحكموا فيها على حسب عدد الافراد الاسره ديالكم. حنايا كنا كتار، داكشي علاش كثرت الكميه. غادي نستفوا دوك الكرعين في الطنجره ديالنا. من بعد غادي نديروا ربطه ديال القزبر ومعدنوس مقبطين بهذه الطريقه. غادي نديروا الحبات ديال البصل، غادي نديروهم كاملين. غادي نديروا داك شويه ديال الكمون اللي عندنا، تقريبا عندنا واحد الملعقه. غادي نديروا شويه ديال الملحه وشويه ديال القرفه. غادي نديروا ملعقه كبيره ديال التحميره ولا فلفله حمراء. غادي نديروا البزار. غادي نديروا ملعقه كبيره ديال الكركم ولا الخرقوم. غادي نديروا واحد الراس كبير ديال الثومه اللي غادي نقيوه وغادي نديروا هكذاك صاين. غادي نديروا ملعقه ديال سكنجبير، وغادي نديروا ديك الضمه ديال البنه ديال الزعفران. كيف ما قلت لكم ما كانش متوفر عندي الزعفران ما درتوش، الا كان متوفر عندكم تقدروا تستعملوه. وهنايا درت زيت الزيتون. ممكن ايضا تضيفوا شويه ديال السمن الا كانت النكهه ديال السمن كتعجبكم. ومن بعد غادي نديروا داك الحمص اللي درنا من قبل. هنا فزقنا ليله كامله حتى غادي يرطب، هكذا غادي يجيكم سهل في الطياب. ومن بعد غادي نديروا الماء الطايب يكون غليان، وغادي نصبوا على دوك المكونات ديالنا. هكذا غادي تجيكم سهله في الطياب ودغيا غادي طيب عندكم الكوكوط ديالكم. غادي نديروا الماء الطايب حتى غادي نغطيو كاع المكونات. تقريبا غادي نديروا الجهد اللي غادي يطيب لنا المكونات ديالنا كاملين وما بقيش نزيدوا الماء، ولكن بطبيعه الحال الا كنا محتاجينه راه غادي نزيدوه. من بعد ما درت داك الماء انا هنايا درت شويه ديال الفاخر في الليل. الصراحه حضرت هذا الكوكوط درتها في الليل ودرت الفاخر حتى زند. من بعد حطيت فيه ديك الكوكوط ديالي حتى وخليتها تقريبا واحد ليله كامله طيب على نار مهيله، يعني ما كثرتش الفاخر، درت على نار مهيله.
هكذا لقيتو الصباح طايب، غير زدت شحرته شويه، ومن بعد كيف ما كيبان لكم كيجي معلك ولذيذ. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه، راه كيجي اللحم، ولا بغيتو تحضروا طنجيه ولا هكذا لحم الراس ولا الكرعين. من الاحسن انكم ديروه في الليل، وديروه على نار مهيله، يعني ما تكتروش الفخر. يلا تشعلوه، حطوا الكوكوط ديالكم وخليوها على نار مهيله. هكذا في الصباح غادي تلقاوها طايبه وكتجيكم واحد البنه اللي لذيذه. كيف ما كتعرفوا طياب الفخر ماشي هو طياب البوطه. من بعد خليت الكوكوط ديالي غير تشرب شويه، وغادي نرجعوا باش نشوفوا الطبق ديالنا النهائي ولا الشكل ديالو النهائي. من بعد ما درنا في التبصيل كيف ما كيبان لكم هذا هو الشكل ديالو، كيجي رائع لذيذ ومعلك. كيف ما قلت لكم خليته على نار مهيله الليل كامل. هكذا واحد الطيبه ما نعاود لكمش عليها. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه في الطياب ديالكم. كيف ما قلت لكم كنبغي نطيب طنجيه ولا اللحم، ولا هكذا الكرعين ولا لحم الراس. كنطيبوا بهذه الطريقه، يعني كنديروا بالليل والصباح كنلقاه طايب كيكون واجد، غير كنشحرو وكنشوف كندوق الملحه ولا شنو خاصو. ومن بعد تنقدمو كيجي لذيذ ومعتبر. كنتمنى الوصفه ديال اليوم والطريقه ديال اليوم تكون عجبتكم ورضاتكم، وكنتمنى تابعوني دائما في القناه ديالي، ان شاء الله عندي المزيد والمزيد من الوصفات. وكنتمنى ترجعوا للقناه فيها الكثير من الوصفات اللي غادي تستافدوا منهم. وصلت معكم لنهايه الفيديو. تنتمنى نلقاكم بخير على خير، فيديوهات مقبله، وصفات مقبله، وبسلام في صفا اخرى ان شاء الله.